السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل أكلة جميلة جدا. أكلة سمك. أكلة السمك دي بقى اللي أنا بعملها دي بقى العشق بقى. جبت سمك لوت ونضفته ونقعته طبعا في الليمون والملح وسبته وبقشر الليمون، وعصرت الليمونة بقشرها بكله ورميتها في قلبه وغسلته حلو كده زي ما انتوا شايفين كده، وشوية دقيق طبعا، وغسلته كده زي ما انتوا شايفين كده غسلة حلوة قوي. وهنسيبه بقى يتصفى. وعندنا هنا المقادير، هنقلي جزء وهنعمل جزء صيادية. الجزء المقلي عصرنا هنا ليمونة عشان نعمل الخلطة بتاعة المقلي. عصرنا هنا ليمونة، وعندنا هنا البهارات. عندنا كمون وكركم وكاري والملح، وقلبنا كله في بعضه. كمون وكركم وكاري وشوية ملح وعصرة الليمونة، وقلبنا كله في بعضه وحطيناه في الخلطة. طلعنا كم قطعة كده، هنقلبها في الخلطة كويس. بس بصراحة يا جماعة أكلة تحفة تحفة تحفة. حطيناها في الخلطة كويس وهنركنها بقى على جنب. وهنا بقى هنعمل الشوربة بتاع السمك الصيادية، اللي هو الشوربة البني. جبنا 4 بصلات وهنفرمهم في الكبة عشان نعمل البصل البني بتاع الشوربة وبتاع الرز. هنفرمهم ناعم جدا علشان ايه ما يبقاش باين في الاكل. هنفرم في الكبة كده زي ما انتوا شايفين كده. انا كترت البصل علشان اخد جزء للرز البني وجزء للسمك. نديله كمان فرمة. فرمناه دلوقتي وحطيناه في الحلة، وهنقلبه بقى، نفضل نقلبه لغاية ما يدينا اللون ده. حطينا عليه المية. انا بكتر المية بتاعة الشوربة، ولما بتغلي باخد جزء للرز وجزء للبتاع. شوف لونه حلو جدا، اللون حلو قوي قوي. طلعنا جزء عشان الرز. الاكله دي يا جماعه تحفه، بحبها جدا جدا. السمك البني والرز البني جنبها والسمك المقلي حلوه قوي قوي قوي. هنا حطينا شويه ورق لورا، وحطينا شويه فلفل، وحطينا الحبهان والملح، ونزلنا بالسمك اللي احنا غسلونه حلو وما فيهوش ريحه زفاره خالص. نزلنا بالسمك. وجماعه لما نعمل اي سمك، سواء صينيه او صياديه او شوربه، ما نغطيش الحله خالص عشان زفرته ما تكتمش في قلب البتاع. وجه هنا جبنا طماطميه حطيناها فيها وبنريمه اهوت. كل ما يغلي نشيل الريم بتاعه. بنريمه اهوت، بنشيل الريم بتاعه عشان دي زفرة السمك اصلا. وهنا بقى حطيت نقطة زيت وشوحت الرز وحطيت الملح، وهحط بقى عليه الشوربة الجزء اللي انا كنت اخداه احطه بقى عليه. هنظبط بقى العقد بتاعه. ايوه، هنظبط العقد بتاعه وهنسيبه بقى يستوى. اول ما يشارب هنوطي عليه ونسيبه بقى يستوى براحته.
والسمك الشوربة بتاعنا هنا الصيادية هنا كان خلص وطفينا عليه. جميل جدا يا جماعة، ولا كان ريحة زفارة ولا كان ريحة اي حاجة. اهم حاجة في سمك الشوربة والسمك الصيادية والمقلي، اهم حاجة غسيل السمك. هنا الرز الشارب اهوت ووطينا عليه. السمك ما بيتغطاش. هنا بقى بدأنا نقل السمك اللي كنا متومينه وحاطينه في التتبيلة. السمك يا جماعة دوت عشان القطعة بتاعته تخينة، فاول ما نحطه في الزيت نروح موطيين النار شوية عشان يستوي من جوه، ما يبقاش مستوي من بره، متحمر من بره وني من جوه. انا كده كده انا بعصر عصرة ليمونة في الزيت علشان الزفارة، بيبقى ريحته حلوة قوي. وهنا حطينا اهوت وهنوطي بقى النار. بس جميل جدا يا جماعة السمك ده قوي، حلو قوي قوي في الاكل. وهنا الاكلة النهائية بتاعتنا، واكلة والله تستاهل بقكم، اكلة حلوة جدا. دي اكلة البورسعيدية بقى، الاصلة بقى اللي هم المتأسسين يعني. وهنا طبعا اللي عملنا سلطة والخضرة والرز البني والليمون، سمك الشوربة. اكلة بصراحة تستاهل بقكم والله. وبألف هنا وعافية يا رب على اللي هياكلوها يا رب. اتفضلوا معانا يا جماعة. أكلة شهية شهية بصراحة، حلوة جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى حبايب قلبي قناة تيتا زوزو، اللايك والاشتراك والتعليق الجميل بتاعكم، لان انا طبعا كل ما بشوف اللايكات والتعليقات بتاعكم انا بتشجع وبعمل لكم فيديوهات احلى، كل فيديو احلى من التاني. فانتوا ارجوكم يعني ادعمونا عشان القناة تكبر بيكم. القناة مش هتكبر الا بيكم طبعا. وما تنسوش اللايك والاشتراك و...